السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. بالنسبه لوصفتنا اليوم غادي تكون عباره عن بان سويس او بتي بلان اللي كيكون محشو بكريم باتيسير وبالشوكولاته. كيجي رائع جدا، كيدوب في الفم كما غيبان لكم بانه مرق، ولكن غادي نخدموه بواحد الطريقه اللي سهله جدا بدون طرق. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. وغادي نبداو في تحضير العجين اللي غنحتاجو فيها 500 غرام ديال الدقيق الابيض، اللي هي 5 ديال الكؤوس علبه ديال الدقيق الابيض. هنا استعملت الدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات، ضروري كتغربلوه. من بعد كندير هكا حفيره في الوسط وكنضيف فيها تقريبا نص كاس ديال سكر حبيبات او سكر سنيده. كنضيفو معاه معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. انا استعملت خميره اللي كتكون حبيبات. كنديروا معاهم كاس ونص عنبه ديال الحليب اللي كنكونوا دفيناه من قبل. كما شفتوا معايا كنديروا كاس ونص عنبه اللي هي 4 لتر ديال الحليب. كنحركوا السكر مع الخميره حتى كنتاكدوا بانهم دابوا. عاد من بعد كنضيفوا باقي المكونات. من بعد ما كتذوب ليا الخميره وكيتحلوا ليا حبيبات السكر مع الحليب الدافي، كنزيدوا تقريبا بين ثلث حتى نص كاس ديال زيت المائده. كذلك بالنسبه للسكر عندنا بين ثلث حتى نص كاس ديال السكر، اللي هي 60 غرام ديال السكر و60 غرام ديال الزيت. من بعد كنضيف معاهم نص معلقه صغيره ديال الملحه، وكنبداو نعجنوا العجينه. كما شفتوا معايا في الاول جمعتها غير بملعقه خشبيه حتى تجمعت عندي العجينه. عاد كنبدا ندلكها. بالنسبه لهاد العجينه كتبغي تدلك شويه حتى تحصلوا على العجينه اللي كيكون الوجه ديالها ملس. تقدروا ديروا هاد العمليه في العجانه ديالكم. الا ما بغيتوش تدلكوا العجينه بيديكم غادي تخلطوا المكونات كلهم في العجانه وتخلوها تدلك شويه. عاد من بعد كنخليوها في الاناء، كنغطيوها مزيان وكنخليوها تخمر حتى كيضاعف الحجم ديالها. هنايا غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده. غتستعملوا اي نوع ديال الزبده متوفر عندكم. بالنسبه ليا انا استعملت الزبده اللي كتكون خاصه بالطوراق. ممكن تستعملوا الزبده حيوانيه او الزبده ديال العبر، يعني كتستعملوا الزبده اللي بغيتو. المهم ان الكميه تكون 200 غرام. كنديروها في كاسرونه وكندوبوها وكنخليوها جانبا. وغادي ندوزو باش نحضروا الكريم باتيسير اللي غادي نحتاجو فيه 2 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير. هذه هي العلبه اللي استعملت. غادي نديرو 4 ديال المعالق كبار ديال السكر اللي هي 80 غرام ديال السكر. بالنسبه لكميه السكر انا كنتعمد انني نكثرها، لان عندنا العجينه شويه كتجينا مسوسه. هادشي علاش انا كنفضل ان الكريم باتيسير يكون حلو. كما شفتوا معايا ضفنا كيس ديال سكر الفاني اللي الوزن ديالو تقريبا 7 غرام ونص، او ممكن ديروا معلقه من سائل الفاني. كنزيدوا عليهم 500 غرام ديال الحليب اللي هي نص لتر ديال الحليب. كنخلطوا هاد المكونات مزيان ومن بعد كنحطوهم على النار. كنبقاو نحركوا باستمرار، ما كنحبسوش في التحرك حتى كيعقد عندنا الخليط بهذا الشكل هذا. كنوضعوا الكريمه في اناء اللي كيكون كبير او كيكون هكا واسع باش دغيا كتبرد لينا. كما شفتوا معايا كنسرحها هكا في الاناء. كنغطيها بلاستيكه اللي كتكون ملامسه الوجه ديالها باش ما كديرش لنا قشره من الفوق. كنخلوها جانبا، ضروري اننا نخلوها حتى تبرد عاد من بعد نخدموا بها. وغادي ندوزو للعجينه اللي كتكون خمرات وضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل كما كتشوفوا. انا حطيتها في مكان دافي. تقريبا المده اللي خدات ليا باش خمرات هي 30 دقيقه. هنايا كنبداو نسرحوها. ضروري اننا نرشوا شويه ديال الدقيق باش ما كتلصقش لنا العجينه مع سطح العمل. صافي كنبداو نسرحوها وكنعطيوها شكل اللي كيكون مقاد. هنايا غادي نديرها على شكل مستطيل، يعني كنحاول اني نخرج هذوك القنات باش كيجي الشكل ديالها مقاد، وكنعطيوها شكل اللي غيكون بحال شكل مستطيل. من بعد كناخذ الزبده اللي كنكون ذوبت كنخلوها حتى كتبرد كتولي هكا بوماط بهذا الشكل هذا. عاد كنديروها كلها فوق العجينه وصافي وغنبداو نسرحوها. ضروري انكم توزعوا الزبده بشكل اللي غيكون متساوي، يعني ما ديروش بلاصه كثيره وبلاصه ناقصه، يعني وزعوها بشكل اللي غيكون متساوي. من بعد كنحسبوا تقريبا 4 سنتيم وكندوروا. هانتوما كنحسبوا 4 سنتيم وكنلفوا العجينه حتى كنوصلوا للاخر ديالها. من بعد ما كنكملوا لف العجين هنايا كنثبتوا على الطرف الاخراني. كنحاولوا اننا نقادوه ونثبتوه مزيان باش كنتاكدوا بان الزبده ما غاديش تخرج لينا من العجينه. من بعد كنلفوها هكا في بلاستيكه وكنخليوها في الثلاجه من 10 حتى ربع ساعه. كنخليوها في الثلاجه او في المجمد. المهم ان الزبده تبرد لينا مزيان باش من بعد من نبغوا نسرحوها ما تعذبناش او ما تسحش لينا من العجينه.
ومباشرة من بعد ما كنخرجوها من الثلاجة كنبداو نسرحو فيها. ضروري انكم ترشوا الدقيق باش ما كتلصقش لكم العجينة مع طاولة العمل. هنا كما شفتوا معايا انا كنعطيها شوية في العرض، ولكن كتكون العجينة طويلة اكثر، يعني كنسرحوها على شكل مستطيل كما درنا في الاول. من بعد ما كنسرحوها مزيان انا كنحاول نحيد هذوك الجنيبات اللي كيكونوا هكا مقطعين، يعني كنحيدو غير شوية منهم. بالنسبه لهاد الجنيبات انا غنديرهم على شكل قريصه، وغادي ندخلهم مع الطاوه ديالي اللي غندخلها للفران. هنايا كناخذوا الكريم باتيسير اللي كيكون برد مزيان، ما كنخدموش به هو سخون، كنتسناو عليه حتى كيبرد. عاد باش كنديروه فوق العجينه كناخذوا يعني كنديروه غير فوق النص ديال العجينه. هاد العجينه اللي سرحت كنديروا النص ديالها كله كندهنوه بالكريم باتيسير. غادي نديروا الكميه ديال الكريم باتيسير كلها. انا هنايا الكميه كلها اللي درت ديال الكريم باتيسير درتها في العجينه. غادي نسرحها بطريقه اللي غادي تكون كذلك متساويه، ومن بعد غادي ندير عليها حبيبات ديال الشوكولا. الا كانوا عندكم هكا حبيبات ديال الشوكولا، ما كانوش عندكم غتاخذوا الشوكولات اللي عندكم غتقطعوه طريفات صغيورين وغادي ديروه فوق الكريم باتيسير هكا، يعني مباشره بهذه الطريقه هذه. قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا الكميه ديال الكريمه اللي وضعت، وكذلك تشوفوا السمك ديال العجين. بالنسبه للكميه ديال الشوكولاته غديروا الكميه اللي بغيتو على حسب الرغبه. هنايا غنوريكم السمك ديال العجينه كيفاش كيكون، ما كيكونش غليظ بزاف وما كيكونش رقيق بزاف. العجينه راه كتكون رطبه وكتكون كتلصق في اليدين. هادشي علاش كنقول لكم رشوا الدقيق عاد تسرحوها. من بعد كناخذوا الطرف اللي خلينا ما وضعناش عليه الكريمه كنوضعوا على الطرف الثاني اللي فيه الكريمه. بهذا الشكل هذا كنحاولوا اننا نقادوه يجينا مباشره فوق الطرف الاول. صافي، وغادي ندهنوا هاد العجينه ديالنا بالخليط ديال صفر البيض وشويه ديال الحليب. كندهنوا الوجه ديالها كامل مزيان، كندهنوا الوجه ديالها مزيان. كناخذوا موس او قطعه ديال البيتزا اللي غيجيكم ساهل في الخدمه خدموا به. كتقطعوا كتحسبوا تقريبا 3 سنتيم وكتقطعوا، او كديروا حساب 3 ديال الصبعان وكتقطعوا باش كيجوكم كلهم القطع كلهم بحجم واحد. كناخذوا الصينيه ديال الفرن اللي كنكونوا دهناها بالقليل من الزبده وفرشنا فيها ورق طهي، وكنبداو نستفوا فيها القطع ديالنا بهذه الطريقه هذه. خليو شويه ديال الفرق بيناتهم لان العجينه فيها الخميره وغادي تزيد ضعف لينا في الفران. من بعد ما كنستفوهم في الطاوه ديال الفرن كنعاودو ندهنوا الوجه ديالهم. انا هنايا غنخليهم جانبا تقريبا مده ديال 10 ديال الدقائق، بغيتهم يخمروا مره اخرى ويضاعف الحجم ديالهم. وكنشعلوا الفران على 200 درجه، النار كتكون من الفوق ومن التحت. كنخلو الفران ديالنا حتى كيسخن مزيان. عاد من بعد كندخلوا ليه الطاوه كنخليوهم حتى كيتحمروا او حتى كيذهب اللون ديالهم بهذا الشكل هذا. عاد كنخرجوهم. بالنسبه لهاد العجين خرج ليا 12 قطعه. كما شفتوا معايا راه قطع اللي كبار، يعني درنا بان سويس كبير. تقدروا ديروا قطع صغيورين يعطيكم كميه اكثر. كيبان لكم في الفيديو بانهم راهم مرقين، واخا درنا طريقه سهله في الطرق ما خدتش منا وقت بزاف وما عذبتناش، يعني طريقه اللي سهله في الطرق وخرجوا لنا القطع ديالنا مورقين. هنا من بعد ما كنخرجهم من الفران كندهنوهم بالناباج من الفوق، او ممكن ندهنوهم بالمربى، وكتزينوهم برقائق اللوز او على حسب الرغبه. ممكن ديروا غير سكر بودره من الفوق. بالنسبه للتزيين كما كنقول لكم ديما كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندكم في البيت. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنزينوهم. كيجوا رائعين جدا، كيجوا لذاذ كيذوبوا في الفم. انا اكيد الا جربتوا هذه الوصفه غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. هنا وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. الى عجبتكم ما تنساوش ديال لايك للفيديو، خليو لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.